السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل العجمية اللي بنحشي بيها الكحك بكل بساطة وبكل سهولة، وهقولك التكات بتاعها اللي هتخليها تنجح معاكي وتبقى مظبوطة معاكي من أول مرة إن شاء الله. خليكي بس معايا واتبعي الخطوات. شايفين حلوة ازاي وطريقة ازاي؟ هنحط 25 جرام سمنة بلدي. اهم حاجه توزنيها بالميزانه، لان لو عملتي بالمعلقه ممكن ما تنجحش معاكي، بس الميزان بتطلعها ادق ويعني بتبقى مظبوطه. 25 جرام. بس حاجات الحلويات دي بتبقى عايزه ميزان. و30 جرام دقيق. انا بوزن معاكي قدامك اهو بوريكي. 30 جرام دقيق، 25 جرام سمنه، وربع كيلو عسل، 250 جرام عسل ابيض، 250 جرام عسل. انا زاد 2 جرام مش مشكله يعني عادي. هنحط بقى طاسه على النار. هنحمر السمسم الاول وبعدين نشيله. ده سمسم مش متحمص، هنحمصه. هناخد منه شويه العجميه وشويه نعينهم للكحك. دينا فيه طبعا ما نسيبوش يبقى موطين عليه النار، ما نخليهاش عالي عشان ما يلهفش معانا بسرعه. هنا اتحمص معايا اهوت. فضيته اهوت حطيته في الطبق. بقولك النار هنا واطيه، ما تخليهاش عاليه. هننزل بالسمنه. تخلي النار هاديه كده، ما تبقاش عاليه عشان ما تحرقش منك. وننزل بالدقيق بقى. اول ما نحط الدقيق ايدينا فيه على طول، ما نسيبوش. نفضل نحمص فيه لحد ما لونه يتغير ويبقى يعني ايه، بيش فاتح غامق كده، عشان تحسي ان الدقيق معاكي اتحمص ولونه اغمق ويخلي لون العجمية حلو. ايدينا فيه على طول، ما نسيبوش، ما نروحش في حتة تانية ونعمل حاجة تانية، نفضل واقفين عليه. ده اللي بينجح العجمية معانا. تحميص الدقيق ديت بتديها طعم حلو للعجمية. ده فيه ما سبتوش خالص. هنا شايفين لونه بدأ يتغير ازاي، لونه غمق شوية. تقليب مستمر على طول. هي العجمية سهلة وبسيطة، بس لو فاتتك خطوة هتبوظ منك. نقلب فيه. بوريكوا شايفين لونه. هنا خلاص بقى لونه حلو. هننزل بقى بالعسل. اول ما لونه يظبط معانا ننزل بالعسل على طول. اول ما ننزل بالعسل بقى، اول ما يغلي معانا يا دوبك هما يعني ما فيش دقيقة، يعني دقيقة واحدة كده او عدي لحد 20 هتلاقيها ظبطت معاكي. هتغلي يا دوبك غلوتين 3 كده بس كده. وبتختبريها برضو اختبار، بتحطي في طبق معلقة وتحطيه في الفريزر، وتشوفيها معاكي بتقطم ولا بتشد ولا لسه ما استوتش معاكي. هوريكي معاكي كل خطوة دلوقتي. هي يا دوبك خدت يعني من اول، يعني كانت الساعة الا ربع، من الا تلت الا ربع، 5 دقايق بالظبط. حط واحدة واختبرها. شايفين قوامها عامل ازاي؟ ما بتخليهاش تبقى جامدة معاكي لان هي تجمد بعد كده. بعد كده احط عليها السمسم بقى واقلبها. حط نقطة فانيليا، واللي حابب يحط حبة ريحة كحك يحط، بس انا مبحبش ريحة الكحك في الحاجة فبحب الفانيليا. نفضيها بقى. مع اول ما تتعامل معانا نفتح، لان الطاسة بتبقى سخنة طبعا، ما تاخدش السخونية بتاع الطاسة وتستوي معاكي اكتر. هنا بوريكي اللي كنت حاطاها في الفريزر. شوفي بتبقى بتقطع معايا بكل سهولة ازاي، ما بتمطش معايا. لو مطت معاكي هتفور معاكي في الفرن وهتفتح الكحكاية. هنا هنحط شوية عين جمل. ده حق اختياري بقى، براحتك. عايزة تعملي سيبيها سادة سيبيها، عايزة تعمليها بالمكسرات حطي عليها شوية عين جمل. بس كده هي جاهزة معانا بقى، نسيبها تبرد. بعد ما بتبرد بقى بنكورها ونسيبها، نحطها على كيسة كده ونكورها. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.